إهانة العصر، برشلونة يحرج ريال مدريد بقميص جديد. هذا ليس زيا، هذه رسالة ثأر تاريخية. ففي خطوة لم يجرؤ عليها ناد قبله، قرر برشلونة أن يحول الثأر القادم إلى زي رسمي. تركوا المنافسة جانبا واختاروا أن يعيدوا فتح جروح ملحمة 2005. تلك الليلة التي كان فيها ريال مدريد يملك جدارا من النجوم بقيمة مليار يورو، لكنه انهار أمام سحر قدم واحدة. النادي الكتالوني طبع 3 أرقام مبهمة على قميصه الجديد. إنها ليست مجرد أرقام، إنها دقائق الذل. في تلك الدقائق سقطت الحصون، سجل إيتو ثم أتى رونالدينيو فسجل الثاني. وعندما ظنوا أن الإهانة اكتملت، أتى الهدف الثالث من رونالدينيو الذي جعل جمهور البرنابيو يقف إجلالا لخصمه. تخيل المشهد، يصفقون لقاتلهم. الآن برشلونة يذكر مدريد: نحن لا ننسى ولن ندعكم تنسون الإهانة. الخلاصة، لم يعد الأمر يتعلق بالفوز والخسارة، بل بالذاكرة. حرب كلاسيكو خرجت على نطاق الملعب لتصبح سخرية على القماش.